تعال اقول لك على معلومه مهمه جدا قد تتسبب في فصلك من المهنه بالكامل وحبسك لو ما خدتش بالك منها. ركز كده معايا. جوه غرفه العمليات بتبقى السلات كلها اكياس حمراء، مفيش اكياس سوداء جوه غرفه العمليات. احنا عارفين الاكياس الحمراء دي بنحط فيها مثلا الشاش، الفوط اللي كله بلاد كله دم، الحاجات اللي استخدمناها في العمليه. اما الكيس الاسود نحط فيه اي حاجه تانية زي الورقيات، زي الاسن، بقايا الاكل اللي كلناه وهكذا. طيب خلينا في موضوعنا. الكيس الاحمر ده مصيبه، لو ما ركزتش عليه صدقني ممكن يتسبب في فصلك في المهنه بالكامل، وممكن حبسك كمان. ليه بقى يا سيدي؟ لازم تأكد على العاملة او الفني او انت شخصيا اي حد في القسم ان هو يغير الاكياس الحمراء اللي في الاوضه بالكامل بين العمليه والتانيه. هقول لك ليه. بص يا سيدي، دلوقتي انت شغال مثلا خراج واستخدمت مثلا عدد 5 قطع من الشاشات المظهر، خلاص كده، ورميتهم في سله من السلات دي، وبعدها دخل على طول عاملين كبيره زي استكشاف مثلا، فاتح معاك مثلا قطع 20 فوطه مثلا و10 شاشات. طيب انا دلوقتي مثلا عقمت بشاشه واثنين وعايز اقف في الشاش ده، ممكن الجراح اللي بيعقم يقف الشاش في السله اللي كان فيها الشاش بتاع الخراج اللي حلل قبل الاستكشاف. فبالتالي كده كنت مثلا مستخدم 5 شاشات في الخراج، الجراح استخدم شاشتين في الاكسبلوريشن اللي هو الاستكشاف، حطهم بقوا 7. انت ناسي ان محدش غير وما اكدتش على العمال وما شفتش ده بعينك. انت شغال العمليه بتاعتك اثناء العمليه خلاص، قبل الجراح ما يقفل الجرح انت بتعد معاك كام شاشه، معاك كام فوطه، وتبص على كل السلات اللي في الاوض، معاك 10 شاشات، معاك 10 فوط، خلاص انت كده العدد اللي دخلت بيه خرجت بيه. طيب قدر الله بقى لقيت ان فيك شاشات تانية زياده وانت ناسي، مخك هيبدا يروح ويودي ويجيب، مش عارف تعمل ايه، حل المشكله دي ايه، هتسبب ان انت تقع في مشكله مع الجراح. العيان بطنه مفتوحه مش عارفين نقفلها عشان مش عارفين الشاش ده جه منين. طيب حل المشكله دي ايه؟ انك تاكد بنفسك وتشوف بعينك على العمال او الفني او انت شخصيا، اي حد فيكم، ما حدش احسن من حد، انك تغير السلات دي بين الحاله والتانيه. نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. قرار الوزاره الجديد ان الشاش والفوط مهمه التمريض، لان هو اللي بيقف على الترابيزه في العمليات الكبيره، يبقى كل حاجه على الترابيزه من ابر، شاش، فوط مهمتك. خلاص كده لازم يتاكد على النيرس السكراب والنيرس السيركوليت ان هم ياكدوا انه دخل بعدد معين من الشاش، خرج بعدد معين من الشاش. اكيد في لوحه في كل غرفه عمليات بيكتب عليها انت خدت حتى مثلا 10 شاشات 10 فوط، فتحت تاني بقى 15 و15، يبقى انت داخل الفيلد داخل العمليه ب 15 فوطه، تخرج ب 15 فوطه. لو اقل من كده اياك تسيب الجراح يقفل العمليه، استاذنه لحد ما ناكد عدد الفوط، وبعد كده نبدا نقفل ايه الجرح. وخلي بالك لو وقعت في الخطا ده. معلومه مهمه كده على السريع حبيت اوضحها لك بالنسبه للاكياس الحمراء. لو الفيديو عجبك واستفدت من المعلومه دي ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، لو انت على الفيسبوك اعمل لاف وشير الفيديو ده لاصحابك عشان خاطر يتعلموا، وعلم لعل الله ينفع بك. شكرا جزيلا وانتظروا فيديو قادم. شكرا.